أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة لصوت شاب من سيدي أعالي. محمد اسمح لي أخويا أنا هادشي ديال الرسميات وهادشي ديال شوف. حلقة ممتازة فيها من الفلسفة ومن السياسة ومن الرياضة ونقاش ممتاز. كانوا حلقة تسناوها ان شاء الله. غيكون داك الشيء زوين بزاف مع سيدي محمد، وكلام في الصميم. اذا ان شاء الله عرفتوا الضيف ديالنا اسامه باريك اللي جانا من اعالي جبال المغرب، وخاصه منطقه سميتها إيميلشيل الغاليه بجبالها. فعلا يعني حلقه مؤثره. حاولنا من خلال السي اسامه ان نتعرف على المنطقه، عن معاناتها، معاناه شبابها، معاناه نسائها ورجالها، وتكلم عن الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والانتخابات والكثير وزياش وما خلينا ما تكلمنا. حلقه السنه ان شاء الله. هذا الشاب هذا يستحق كل التقدير، كل استماع، كل انتباه. يا ليت شباب المغرب مثل هذا الشاب هذا. فعلا شاب انيق، شاب متالق، كلام محسوب، يعني كما نقولوا اللي تيقول ما شاء الله عليه. انا سعيد جدا نصادف هذا الشاب هذا ان شاء الله، وبغينا نشوفه في الاعلام ان شاء الله كذلك العمومي، لاننا بحاجه ماسه الى ان نسمع صوت الشباب اليوم. وجلاله الملك دائما شباب المغرب العام. نعم شباب المغرب العام كما قال. وقال لي واحد المساله حزت في نفسي، قال لك يعني من 2010 كاستاذ عندما زار جلاله الملك حفظه الله وشفاه الله محمد السادس المنطقه ديالو، بقى حتى مسؤول زارها. تكون ان شاء الله سرخه مسؤول ياك سيدي وسام. اذا ان شاء الله ترقبونا ليله الخميس بدايه من الساعه 9 في برنامج كلام في الصميم. السلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا فيسبوك وتابوناو في لاشين يوتيوب.